معلمنا بطرس الرسول سأل ربنا يسوع سؤال مهم عن الغفران، قال له هو كم مرة مفروض أغفر لأخويا؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني فاكر 7 مرات ده عدد كامل كده، لو غفرت له 7 مرات في التامنة أمسكه أحاسبه على ال7 اللي فاتوا وعلى التامنة الجديدة. أنا 7 مرات بغفر لك وبتغلط تاني لا أحاسبك إيه بقى على ال8. ربنا قال له 7 مرات في 70 مرة اغفر لأخوك. محدش فاضي عشان يغلط 490 مرة في يوم لرفيق أو صاحب أو زميل ولا حتى الزوج، هيتعب يعني قبل ما يوصل العدد ده هيتعب. الغفران ما يعنيش إن أنا مش مجروح ومش متألم، أنا بأقر بمشاعري، من حقي أغضب ونوح عليها واستاء وأتألم وأبكي على مشاعري، مش خطية إن أنا أتألم. قديس يوسف البار الصديق إخواته لما قولوا افتكر الإساءة والألم والمرارة طلب مكانا ليبكي، وبعد ما دخل ابعدوا عني كل انسان، طلعوا كل واحد بره، انا عايز ابكي، عايز موضع لوحدي محدش يشوفني عشان يفضي مشاعره. فهغفر معناها ان انا غير متألم اطلاقا، انا بتألم وبنوح على ألمي وببكي على وجعي وبأقر ان انا موجوع، لكن انا مش هنتقم. عندي قرار بالعفو والمجاني، مش عايز حاجه من الاساء الي، انا سلمت القضيه في يد الله، انا حتى مش عايز انتقام، مش عايز تبرئه للاخر، انا مجرد عايز اتعافى انا واعيش في حريه. انا بغفر ليا مش ليه، هو وربنا هيتحاسبوا مع بعض، قصة أنا مش فيها، لكن الغفران شيء ليا. احنا لو مش قادرين على الغفران لازم نبص للصليب ونشوف اللي قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، والتمسوا العذر ليهم، ولكن حتى العذر نفسه مش هيدينا الغفران. لو أنا عارف ضعف أخويا برضه ببقى موجوع ومتألم، مش هيشيل الوجع، فهروح عند مستشفى الصليب وأنطرح تحته وأقول له يا رب اديني زي ما أنت غفرت قدرة إن أنا أغفر